بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير وحلقه جديده وموسم جديد وموسم جميل من دوري المتعه والجمال والاثاره والروعه في عالم كره القدم، الدوري الانجليزي. ان شاء الله متوقعين ان الموسم ده هيكون موسم قوي جدا وموسم شرس جدا. في فرق عملت انتقالات، في المديرين الفنيين اتغيروا كتير، في فرق صعدت معانا. كل ده ان شاء الله هتتابعوه معانا في ملعب السير. ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجه، يلا كلنا نعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك ونعمل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، علشان عندنا حلقات ممتعه جدا وان شاء الله هنكون معاكم اول باول في ملعب السير. طبعا الدوري الانجليزي محبب لقلوبنا كلنا، وطبعا بالنسبه للمتابعين الفانتازي ان شاء الله هيكون معانا في كل حلقه اخر فقره هتكون دايما بنتكلم عن اللعيبه اللي هنرشحها لحضراتكم كل اسبوع. نطير بقى لملعب الاولد ترافورد ومعانا اولى المباريات، مباراه فولهام ومانشستر يونايتد. مباراه هتكون قويه جدا ومباراه هتكون صعبه جدا جدا. ولكن قبل ما نتكلم عن اي حاجه خلينا نتابع الاول مستوى الفرقتين الموسم السابق وايه التغييرات اللي حصلت عليها الموسم ده. بالنسبه لفريق نادي مانشستر يونايتد، الموسم السابق فاز في 18 مباراه وتعادل في 6 مباريات وخسر في 14 مباراه، احرز 57 هدف واستقبل 58 هدف. انا شايف ان مانشستر يونايتد عنده مشكله كبيره جدا في الثلث الهجومي وده هنتكلم عليه دلوقتي. وايضا بالنسبه للدفاع يعني بنقول الى حد ما جيد. بالنسبه لفريق فولهام فاز في 13 مباراه، اتعادل في 8 مباريات وخسر 17 مباراه، احرز 55 هدف واستقبل 61 هدف. يعني بالنسبه لاحصائيات مستوى الهجوم والدفاع بالنسبه للفرقتين انا شايف ان الفرقتين متقاربين، وده يخلينا نقول انه نظريا نتيجه المباراه هتكون 50-50. ولكن هل فعلا ده اللي هيحصل على ارض الواقع؟ ده اللي هنتابعه دلوقتي مع بعض من خلال تحليلنا لمباراه فولهام ومانشستر يونايتد. مباراه الذهاب كانت على ملعب الاولد ترافورد. مانشستر يونايتد الموسم السابق فاز 2-1. مباراه العوده كانت على ملعب فولهام، مانشستر يونايتد فاز 1-0. يعني واضح ان مانشستر يونايتد كعبه عالي على فريق نادي فولهام، ولكن المباراه دايما بتكون صعبه وبيكون فيها نديه ما بين الفرقتين. طيب تعالى بقى نتكلم النهارده مانشستر يونايتد ايه مشكلته وايه هي احتمالات فوزه. مانشستر يونايتد مشكلته من الموسم السابق، وده انا شايفه مع إيريك تين هاج للاسف ما صلحوش الموسم ده وهيعاني منه بشكل كبير جدا. فكره ان انت تعمل انسجام في الثلث الهجومي. انا شايف ان مانشستر يونايتد عنده خط وسط جيد جدا، عنده خط دفاعي الى حد ما متميز، وبيقدروا ينتشروا في الملعب في حالات الهجوم وفي حالات الدفاع بشكل جيد. ولكن مشكلته في الثلث الامامي. الفرق الكبيره علشان تقدر تاخد بطوله عشان تقدر تنافس لازم أن يكون عندك اجنحه متميزه. انا النهارده لما اجي اتكلم على جيرناتشو وانتوني دي سيلفا اللاعب البرازيلي او سانشو، انا شايف ان ارقامهم سيئه جدا مقارنه بمحمد صلاح وفودين وساكا، الاجنحه المتميزه في الدوري الانجليزي. يعني احنا بنقول مانشستر يونايتد من موسمين ثلاثه عنده مشكله في الثلث الاخير، وابتدى ان هو يدعم بان هو يشتري لاعيبه زي هولاند واللاعب زيركيزي اللاعب الهولندي اللي لسه هنتكلم عليه، لاعب عنده مهارات عاليه ولاعب متميز. مع ذلك انت برضو عندك مشكله في الاجنحه، لازم أن يكون عندك لاعب جناح هداف يقدر ان هو يحسم لك المباراه. يمكن حتى شفنا برشلونه بيحاول ان هو يتعاقد مع اللاعب نيكو ويليامز، مع لامين يامال. ريال مدريد عنده فينيسيوس جونيور وفي رودريجو، والنهارده كمان كيليان امبابي دخل مع الفريق. كل الفرق بتحاول ان هي تحسن فعاليتها الهجوميه من خلال انتداب صفقات قويه تقدر تساعدها في الثلث الامامي. انا شايف كونك ان انت كمدير فني بعقليه تين هاج وبشخصيته ان انت تبقى شايف مشكله عندك في الثلث الهجومي، ومع ذلك انت لحد النهارده ما تعملش صفقات في الثلث الامامي بالنسبه للجناح الايمن والجناح الايسر، انا شايف ان دي مشكله كبيره جدا هيعاني منها فريق نادي مانشستر يونايتد الموسم ده. لو هنتكلم على اللاعب زيركزي اللاعب الهولندي، لاعب متميز جدا ولاعب عنده مهارات عاليه، واعتقد انه هيكون صفقه متميزه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. طبعا فريق نادي فولهام عنده مشكله وعنده علامه استفهام كبيره جدا، ازاي هيقدر يتعامل مع المدير الفني البرتغالي ماركوس سيلفا. اللاعب بالينها انتقل لفريق بايرن ميونخ. النهارده نص الملعب هيتاثر. فولهام كورته هجوميه مع ماركوس سيلفا الى حد ما، هل هيقدر ان هو يدير المباراه بالشكل الهجومي ويطلع بالنتيجه اللي هو عايزها؟ انا شايف ان الامور برده هتكون صعبه، لان فريق نادي مانشستر يونايتد عنده دفاع قوي وعنده منطقه وسط ملعب قويه جدا. ولكن خلينا نقول ان المباراه هتكون قويه جدا، مباراه هتكون شرسه. بالنسبه للمتابعين الفانتازي لو هنختار بالنسبه لفريق نادي مانشستر يونايتد، انا بقول ان احنا نختار اللاعيبه اللي في الثلث الامامي زي راشفورد، زيركزي لو هيلعب، امادو ديالو لاعب الايفواري. ولكن برده دي مشكله ان انت بتدخل لاعيبه جديده في الثلث الامامي. يعني الموسم السابق كان فيه هولاند وبعد كده انتوني دا سيلفا وراشفورد وبعد كده غير فيهم. تيجي الموسم ده تلعب بامادو ديالو وتدخل زيركزي وندخل معاهم جيرناتشو، بالتالي انت عندك مشكله وعندك ارتباك في الثلث الاخير. يعني من وجهه نظري مش شايف ان في لعيبه جودتها عاليه في الثلث الاخير زي الفرق الثانيه، وفي نفس الوقت انت ما فيش استقرار ان انت تديهم فرصه ان يبقى في انسجام ما بينهم وما بين بعض، بحيث ان انت تقدر تطلع بالشكل القوي اللي يعبر عن قوه مانشستر يونايتد الهجوميه. فبالتالي انا شايف ان الامور مش هتكون سهله على فريق نادي مانشستر يونايتد. انا بقول ان المباراه 50-50، ولكن لو هرجح فوز مانشستر يونايتد هرجحه بسبب انه عنده دفاع جيد الى حد ما، وايضا خط وسط جيد. من خلال نقطه القوه اللي عنده يقدر يدير المباراه بالشكل الخططي اللي يقدر يطلع من خلاله بالفوز في المباراه دي. ولكن هل ده معناه حتى لو مانشستر يونايتد فاز على فولهام النهارده ان هو كده فريق جيد؟
يونايتد. انا شايف ان فريق مانشستر يونايتد هيعاني الموسم ده وبسبب النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن مباراه هتكون جميله جدا، مباراه هتكون في منتهى الروعه. دي كانت اول مباراه معانا النهارده، انتظرونا في المباريات القادمه بالنسبه للاسبوع ده، ان شاء الله هيكون معاكم دايما كل جديد في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.